عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم حوته معمره في الفران بالروز. غادي نقدم معاها ان شاء الله فريت في الفران كيجيو لذاذ وصحيين. غادي نغنيكم على القلي. بالنسبه للحوت اللي استعملت، انا استعملت الحوته ديال الاولاح، ممكن تستعملوا اي حوته متوفره عندكم. وغادي نستعمل هكا في لاصوص الفلافل الملونه. عندي فلفله خضراء، فلفله صفراء، فلفله حمراء، وعندي هنا واحد 4 ديال البصلات كبار اللي قطعتهم هكا شرائح طوال، ودرت لهم شويه ديال الزيت وشويه الملحه ودرتهم فوق البوطه باش يتشحروا صافي. وغادي نزيد عليهم هذوك الفلافل ونخليها حتى طيح واحد شويه عاد باش غادي نزيد عليها العطريه الاخرى. هنا غادي نزيد شويه البزار، شويه الخرقوم والتحمير. وبالنسبه للروز، عندي هنا الروز مسلوق اللي زدت عليه شويه ديال التحميره اللي هي نص معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال الدقيق ديال الثوم ودقيق البصل، يعني الثومه بودره والبصل بودره. وضروري من القزبر ومعدنوس تقريبا واحد معلقه كبيره. هاد غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، زيت العود. وغادي نخلط هذاك الروز ديالي مزيان. غادي نضيف الملحه وعندي هنا الشرموله ديال الحوت العاديه المغربيه اللي فيها القزبر ومعدنوس والملحه، البزار، التحميره، الخرقوم صافي والحامض. وهنا هذيك الحوته من بعد ما حليتها هكا شويه من الجناب باش هكا ندخل فيها الشرموله وتجي بنينه كما كتشوفوا. كنحاول ندخل هذيك الشرموله ما بين هذوك فتحات اللي فتحت وفي الوسط ديال الحوته. من بعد غادي نعمرها بهذاك الروز كيف ما كتشوفوا. غادي نعمرها مزيان، يعني ما نعاودش لكم هذه الحوته كي جات بنينه. صافي عندي هنا هاد لاصوص، يعني هذاك البصله والفلفله ضفت ليهم واحد معلقه كبيره ديال صوص طوماط ولا الطماطم المركزه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نحط فوقها الحوته صافي. وغادي ندخلها الفران. غادي نحاول نزينها هكا بشويه ديال الفلافل، الزيتون، حامض، وغادي ندير شويه الزعتر من الفوق ووقت سيدنا موسى اللي كتعطي واحد النسمه رائعه. بالنسبه للبطاطا، هنايا عندي بطاطا اللي قطعتها على هذا الشكل. غادي نضيف ليها شويه البزار، الدقيق ديال البصل ولا بودره البصله، شويه التحميره، شويه الكمون،
والزعتر، غنحكي عليه شويه الزعتر هكا من الفوق. وعندي هنا صوص الحاره، غادي ندير ليها حتى هي واحد المعلقه صغيره، واللي كيبغي الحار خلاص يزيد من الكميه ديالو. وغادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الزيت، زيت العود. وغادي نخلط هكا هذيك البطاطا باش تدخل فيها هذيك العطريه مزيان. وما نساوش الملحه. من بعد غادي نوزعها هكا في اللاطه اللي ديجا فرشت ليها ورق الطبخ او ورق الزبده. صافي. ومن بعد غادي ندخلها الفران درجة حرارة 230 درجة لمدة غتاخد تقريبا من ساعة حتى لساعة وربع بحال هكاك. كتجي مقرمشة وصحية. وها هي الحوته ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران، رافقتها هكا بهذاك البطاطا في الفران، وعصير ديال الحامض والليمون. كيف ما كتشوفوا. وها البطاطا ديالنا كيفاش جات مقرمشه. غير جربوا هاد الطريقه اكيد ما غتندموش، وبلا ما تحتاج انها زعما تسلقها نص سلقه، كتقطعيها وتدخليها الفران نيشان وكتجي مقرمشه. بالنسبه للحوته جات بنينه. وها هو العصير اللي ديجا شاركت معكم. وما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد.